بعد ما اتكلمنا عن فئة 27 و28 وريتمو و131 واتكلمنا بالتفصيل عن مميزات وعيوب كل عربية وقد ايه كل عربية من دول ممكن تفرق معاك وتبقى مناسبة جدا ليك او لا، ده وقت الفيديو اللي هنتكلم فيه عن خامس عربية وهي فيات اونو. سنة 1983 تم إنتاج فيات أونو بعد شغل كبير من فريق هندسي مميز لشركة فيات، وده اللي خلاها تنتشر بشكل كبير وسريع في أوروبا. وبعدها بسنة بالظبط سنة 1984 فيات أونو اتصنفت كأفضل عربية في العالم في الوقت ده. استمر إنتاج العربية بشكل كامل في إيطاليا لحد سنة 1993، والتصنيع الإيطالي كان أفضل نسخة نزلت من أونو. سنة 94 اتصنعت بموديلات مختلفة في كذا دولة زي البرازيل والأرجنتين وبولندا ويوغوسلافيا، وكان بيتم التجميع في تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا والهند والفلبين وباكستان. العربية انتشرت بشكل سريع في العالم وكان ليها شعبية كبيرة جدا، وده كان السبب لاستمرار إنتاجها في أمريكا الجنوبية لحد سنة 2018. من سنة 89 ل 94 فيات اونو نزلت بكربيراتير 1000 سي سي مع موتور بقوة 45 هورس باور، وده اللي كان منتشر في مصر بشكل كبير. ونزل بعد كده بموتور 1100 و1300، وده كان على حسب موديل البلد اللي بتنزل فيه. العربية نزلت بارتفاع 1.720 متر وطول 3.7 متر وعرض 1.550 متر، ونزلت بوزن 750 كيلو. فيات اونو رغم وزنها الخفيف الا انها متماسكة على الطريق، وده نتيجة لتصميمها بأبعاد متميزة تسهل لأي حد عايز يتعلم السواقة، ودي كانت أول ميزة من مميزات تانية. تاني ميزة قوة الموتور، وأنا هنا بتكلم عن موتور 1000 سي سي اللي يعتبر منتشر بشكل كبير في مصر، فهو موتور قوي واعتمادي جدا. عشان كده لو تشتري اونو يبقى تشتري الموديل الإيطالي بموتور 1000 سي سي. تالت ميزة فالعربية تعتبر متينة إلى حد ما، وده نتيجة لتناسق وزنها مع أبعادها. رابع ميزة فالعربية تعتبر اقتصادية من الدرجة الأولى، وده لأنها موفرة جدا للبنزين باستهلاك 5 لتر 900 لكل 100 كيلو، وده يعتبر معدل متميز جدا جدا في استهلاك البنزين. خامس ميزة الصيانة، صيانتها تعتبر سهلة ومش معقدة وأي صناعي يقدر يشتغل فيها. سادس ميزة سعرها اللي يعتبر مقبول بالنسبة لناس كتير عاوزة عربية من فئة اقتصادية. آخر ميزة إعادة بيع، وده نتيجة لمميزاتها بالإضافة لأنها معروفة جدا وليها شعبية كبيرة. طيب بعد المميزات دي تمام كده تروح تشتريها؟ استنى بقى واعرف عيوبها وشوف هتناسبك ولا لا. أول عيب قطع الغيار. قطع الغيار في بعض الأجزاء قليلة ومش متوفرة وغالية نسبيا، لكن العربية بتقبل قطع الغيار البديلة. تاني عيب نظام التعليق اللي هو العفشة، وده لأن فيها نشوفية هتحسسك بالنار والمطبات. تالت عيب وهو إن العربية قريبة من الأرض فهتسبب احتكاك من المطبات وبالذات لو في وزن. رابع عيب حجم العربية ومساحة التخزين. حجم العربية صغير وده طبعا نتيجته ان مساحة التخزين قليلة وبتيجي ب 420 لتر فقط، وبكده فالعربية ما تقبلش انها تكون عائلية بأي شكل. آخر عيب سحب العربية، ويعتبر بطيء نسبيا لأنها بتاخد وقت من 0 ل 100 في 18 ثانية، لكن بعد كسر ال 100 فالسحب بيبقى ممتاز، ده غير الثبات اللي موجود فيها، والسرعة القصوى للأونو 145 كيلو. طيب في المجمل كده تشتري فيات اونو ولا لا؟ انا شخصيا بحب الاونو جدا وسواقتها تعتبر ممتعه على الطريق، لكن انا شايف ان عيوبها ممكن ما تديهاش القيمه مقابل السعر. من رايي كده العربيه بمواصفاتها دي ما تنفعش غير انها تكون شبابيه وبس، وده لان شكلها جذاب جدا جدا مع اقل تعديل فيها. فانت لو شاب وعايز عربيه تديك الكاريزما هات الاونو وعدلها وحط فيها طقم الصوت واسمع احلى بيس فيها، وادي مشاويرك البسيطه لجامعتك او مع اصحابك. وبرضه شايف انها مناسبه جدا للبنات، وده لاي بنت حابه تتعلم السواقه، لان ابعاد العربيه هتساعدك جدا في ده غير انها اعتماديه للمشاوير اللي اي حد محتاجها. وبكده اكون خلصت فيديو فيات اونو، وما تنساش تتابع سلسله سيارات اقل من 50,000 واللايك والسبسكرايب.